هاي احلى متابعين، كيفكم؟ بس حابه احكي موضوع سريع قبل ما اطلع لانه ما غصني، مش قادره اسكت عنه. الموضوع كالتالي، انه الموضوع هو انه الشباب صاروا يتدخلوا بامور البنات بطريقه اب نورمال، اوفر، مبالغه شديد. والله فشنو يعني بفوت على بعض الاكونتات، بقرا التعليقات، او اكونتي او اكونت فيسبوك، انستغرام، وات ايفر، بتلاقي تعليقات الشباب زي النسوان. تعليقات الشباب زي النسوان: شعرك، لبسك، اظافرك، ميك ابك، ايلاين لك، انت شوف فهمك يا عبو، انت وياه شوف فهمك. خلي هاي الشغلات للبنات، انت ما تتدخل فيها. في امور لازم تنحط، يعني كل واحد بيعرف شو يعني احنا البنات نعرف كيف نلبس، نعرف شو نحط ميك اب. انت باي صفه من كاين اللي من كاين، على شو طلعتك كثير عم تتدخل؟ انت على شو طلعتك كثير بتتدخل بامور البنات؟ انت مالك فيه؟ لانسز، عيونك، رموشك، حواجبك، انت مالك؟ انت شو فهمك اصلا بامور البنات؟ انت شو فهمك؟ يعني اقسم بالله العظيم انه زمان ايام جدودي، وزمان ما كان عيب اصلا كان الزلمه يتدخل بامور الست، لبسها وشعرها وميك ابها واغراض. يعني عيب، بطل في قيمه للزلمه، بطل في له هيبه. الزلمه صار الزلمه يلتلت وبحسه قاعد عم بيبزر وزي النسوين وقاعد بيكتب. انت مالك؟ والله جربوا اليوم، فوتوا وشوفوا تعليقات الشباب، الفرق بين تعليقات الشباب والبنات، وشوفوا مين اكثر. حتلاقوا انه الشباب تعليقاتهم اكثر من البنات. والشباب بقول لك فيش شغل بهالبلد. طبعا ما في شغل بهالبلد، لانه انت ما عندك شغل ولا عمله، انت بس قاعد زي النسوان بتلتلت وبتحكي. اكيد ما في شغل، انت ما عندك طموح اصلا. الشاب طموحه الكبير يحكي على البنت ويشل عرضها وينشل عرضها، هو يمكن ما شافها ولا بعمره بحياته ما شافها، ويحكي على عرضها وشرفها، يعلق على لبسها ومكياجها وشنتتها وميك ابها وهذا، وقاعد بيقول لك فيش شغال بهالبلد. كيف بدك تأمن مستقبلك؟ كيف تأمن مستقبلك تتجوز؟ كيف؟ كيف انا بدي اعرف كيف اذا انت قاعد 24 ساعه عم تحكي وبتتدخل بامور النسوان يا مرة. ممكن تبدي رايك حلو، ما عجبني، بس في تفاصيل عم بفوتوا فيها، يعني اقسم بالله البنت تستحق تحكي فيهم. تفاصيل يعني اوفر. يا عمي غيران، روح اعمل عمليات تجميل وصير مرة وخلصنا من الموضوع. لسه كل شوي فايت شعرك، ميك ابك، لبسك. عيب، خلي لكم قيمه، خلي لكم هيبه. ترى الموضوع مش بس بيضايق صار 80% من النساء كثير اوفر. يعني والله العظيم انه كومنتات الشباب اكثر من البنات بهيك امور ما إلك فيها، انت ما بتفهم فيها. بقول انه ما بنلاموا هدول، لانه ما عنده لا شغل ولا عمله، ما عنده طموح اصلا. يعني بدل ما يقعد ويضيع وقته فكر بمستقبله، يفكر ايش بدك تشتغل وتعمل بحياتك. فهذا الموضوع اللي كان غصصني ومش قادر اسكت عن انه عن جد. يعني يا شباب قلتوا بحالكم، خلي لكم قيمه وخلي لكم هيبه. وشغلات البنات لا تتدخلوا فيها، لان احنا ما بنتدخل لا بجلك ولا بحلقتك ولا بلبسك ولا يعني ما تكونوا مرة. فعلا هالزمن كيف انقلب، سبحان الله. انه انا عن جد هذا الحكي ما كنت اشوفه زمان، هلا حاليا عم بشوفه وعم بيصير اكثر وعم بيزيد، كل ماله عم بيزيد. وبرجع بقول انه انا هذا الموضوع حكيته مش بس لانه انا طلع ببالي، لانه بيجيني اكثر من بنت بتعاني من هذا الموضوع، بتعاني من التعليقات. عزيزي الشاب، اصحك تفكر انه انت لما بتكتب تعليقات هيك الناس رح تنبسط عليك، رح تتف عليك، لانه انت مرة، انت زي النسوان. اكيد ما بشمل كل الرجال، مش كل الرجال ولا اصابع كلها زي بعض. هن فئه معينه طالعين طلعتهم كثير، طالعين على المسرح كثير، صايرين يتفلسفوا على الطالع والنازل. فارتقوا يا شباب وروقوا وذوقوا على حالكم، وخلي عندكم طموح، وفكروا بمستقبلكم، وفكر انك تشتغل وتامن مستقبلك وتتزوج وتقعد وتهدى، بدل ما قاعد وتعلق شعرك، ميك ابك، مكياجك، وانت ولا فاهم من الله حاطك، ريحتك طالعه. يمكن اكيد كلامي انا ما بشمل الميك اب ارتست الشباب والكوافيرين، لان هدول ناس مختصين، مش يجي لي واحد عامل بزق ولزق وضفدع كامل، مش يجي لي واحد عامل بزق ولزق وضفدع كامل ولابس لي بنطلون الجزر لهون وقاعد بيحكي بيناقش بالفاشن الموضه وبفتي. لا ابو العريف، بكون ابو حاتم وقاعد بيعلق. لا ضب حالك ضب حالكن احسن كن، ضبن حالكن يا فلتات يا سيبات، ضبن حالكن. بالنسبه للشباب بيقعدوا قعدات، هاي القعدات زي النسوان كمان، بيقعد يحكي على شرف البنات وطلعت وعملت وسويت معها. ضب حالك، لان ضب حالك. وقعدت تحكي كمان على بنات العلو، الناس بالقعدات النسوان هاي تقعد لي انه انت اكيد عندك اخوات، وحيجي من الايام ينحكى على خواتك، اكيد حيجي من الايام ينحكى على خواتك زي ما بتحكي على بنات العالم والناس. وهو اصلا يعني مش فارق عنده، لانه هو بيصاحب وبيعملها البحر طحين وبقولها انت وما في غير، فوت فيها حب وعشق وغرام، بقول لك بالاخر امي مش قبلانه،
ما بدها اياكي. طبعا مش قبلاني وما بدها اياكي، لانه الام ما رح تقبل ولا هو حياخدك، لانه اصلا هو من البدايه مش رجل وما عنده قرارات وما بيقدر ياخذ قرارات. فمشان هيك فالله يعينكم على عائلكم، الله يعين الفئه من هدول الناس اللي انا قاعده بحكي عنهم، الله يهدي بالكم. وشو بدي احكي يعني، ان شاء الله تصيروا زلام. ادعي من ربنا يا رب انه تبطلوا حركات النسوان، تصيروا زلام وتعقلوا وتضب من حالكم. واقعد، بقول لك اقعد.